النهارده استمرار لحملة الإزالة وإعادة هيبة الدولة. البناء المخالف اللي هو عبارة عن بناء في عملية ابتزاز للفترة الانتقالية، ابتزاز للمواطن لأنه بيشتري شقة غير مؤمنة، شقة مش هتخش لها مرافق لا مية ولا نور ولا صرف صحي، شقة تهدده في حياته، تهدد البلد كلها، شوارع ضيقة جدا وعمارات فيها شاهقة، لا سمح الله أي حدث قدري خطير مش هيمكن التعامل معاه. ولذلك احنا بنطلب كل المواطنين ان هم يتعاونوا معانا، واول نوع من انواع التعاون هو الابلاغ عن اي عمارة مخالفة، ثم الامتناع عن شراء اي شقة في عمارة مخالفة. العمارة اللي ليها ترخيص بيبقى دايما مكتوب على باب العمارة لوحة كبيرة فيها رقم الترخيص وعدد الأدوار المصرح بيها، فنتمنى من الجميع أن يلتزموا. الحقيقة النهاردة في روح فريق وتعاون كبير جدا بين مديرية الأمن بلواءاتها بضباطها أمناء الشرطة بإخواتنا العساكر في الأمن العام مع مهندسين الحي مع مهندسين المحافظة مع رؤساء الأحياء مع مقاول الهدد، كلهم بيشكلوا فريق عمل هدفه الأساسي إعادة هيبة الدولة وتأمين المواطن المصري. دور الأمن بيبقى تأمين عملية التنفيذ، تأمينها ضد اعتراض المخالفين أو محاولة استخدامهم العنف أو منعهم للأجهزة المحافظة أثناء التنفيذ. فإحنا بنمكنهم وبنأمن المرة، عاملين كاردونات زي ما حضرتك شايف عشان ما فيش حد تقع عليه حاجة، عربية تقع عليها طوب، فبيبقى دورنا أمني. بالنسبة للعقار ده العقار ده واقع في نطاق حي وسط 21 شارع الأنبي والنس، مختلف من الأرض طالع له قرار إزالة. قرار الإزالة مفعل من فترة طويلة جدا موجودة، وعملوا دراسة أمنية بعتناها لمديرية الأمن، عملوا دراسة الأمنية لجميع القرارات بالنسبة للناحية الأمنية بتاعت الشرطة بتاعتها، فبنختار مديرية الأمن وأقسام الشرطة بالتعاون التنسيق ما بين المحافظة ومديرية الأمن، بيتم التنسيق ما بينهم على أساس تفعيل قرارات الإزالة وتنفيذها.